السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله هنعمل النهاردة معاكم كباب حلة بس بطريقة مختلفة شوية. هنسلق لحمة عادي، هنجيب لحمة أي قطعة من البقري وهنحطها نسلقها السلق العادي الطبيعي بتاعنا، بس هقول كده علشان بنات الجداد. معنا قطعة اللحمة أي كمية، معنا بهارات عبارة عن كزبرة ناشفة وفلفل اسود وملح وحبهان، ورق لورا وبصلة وطماطمايه، يا اما نقطعها يا اما نعملها عصير. هجيب حلة بقى على النار فيها مية مغلية عادي، وهنزل بقى باللحمة قطعة قطعة. لما اخلص اللحمة، طبعا اللحمة تبقى متصفية مغسولة ومتصفية كويس. هنتظر شوية كده لما تطلع الريم بتاعها، ابتدي اشيل الريم او الرغوة اللي عليها على الوش دي، نتخلص منها. كل ما تطلع الرغوة طبعا هبقى مهدية النار شوية، مش واطية قوي، لكن متوسطة علشان ما تقلبش بسرعة وتغلي والريم ده يروح في الشوربة. كل ما يظهر بقى الريم اشيله لحد ما يختفي، ما يبقاش فيه ريم خالص. انزل بقى بقطع الطماطم، ورق اللورا والبصلة والفلفل الاسود والحبهان. هبقي معايا بقى من البهارات هبقي معايا من البهارات الكزبرة الناشفة والملح، دول هخليهم اخر حاجة، وتكون اللحمة داخلة على التسوية. هغطي بقى على اللحمة واسيبها تغلي. هنا غليت معايا، بعد ما تغلي ابتدي انقلها على عين صغيرة وهدي عليها النار شوية واسيبها بقى تستوي براحتها. لما تدخل على 3/4 تسوية ابتدي انزل لها الفلفل الكزبرة الناشفة والملح واسيبها تكمل تسويتها. طبعا الملح بنحطه الاخر علشان لو يعني علشان تستوي بسرعة معانا. والكزبرة لما بتتحط في الاخر هي وعصير الطماطم، يعني حطيت الطماطم في البداية، لكن لما بيتحط قبل التسوية بشوية بتدي طعم حلو قوي للشوربة، سواء فراخ او لحمة. كانت المعلومة دي قالتها لي والدتي الله يرحمها، وفعلا بتفرق في الطعم. طيب انا هنا محتاجة اخد اللحمة وهي 3/4 تسوية. آه هاخد حلة احطها على النار، احط فيها قطعة سمن واحط فيها اللحمة، او احط اللحمة الاول وبعدين انزل بالبصل والسمن بتاعي. البصل هقطعه شرايح، احط بصلتين حلوين كبار كده، طبعا حسب برضو كمية اللحمة اللي معايا. انا استخدمت هنا بصلتين كبار. دي لحمة على فكرة بعظم عادي، يعني مثلا احنا ان شاء الله دلوقتي فترة داخلين على عيد الاضحى، ويبقى اللحمة فيه عندنا لحمة بعظم كتير، او في ناس بتحب تجيب اللحمة بعظم، فدي كانت لحمة بعظم. هحط بقى، قطعت البصل شرايح كده جوانح، وحطيت السمن بتاعي معلقتين سمن بلدي، وحطيت فلفل اسود تاني وملح وكزبرة ناشفة. هقلب بقى الخليط ده كله ببعضه، وهدي عليه النار، اغطيه وهدي عليه النار واسيبه على نار هادية جدا. هي هتنزل ميتها وهتستوي، لكن لو نشفت وهي لسه ما دخلتش وهي لسه ما استوتش، بزود شوية مية، نص كوباية ربع كوباية بربع كوباية كده لحد ما تستوي. وعايزة احتفظ بالصوص بتاعها. هنا في 3/4 تسويتها وهي داخلة بقى، قبل ما اطفي حوالي 10 دقايق بحط الفلفل علشان ياخد من طعم بعضه كده يعني تغلي معاه شوية او تستوي معاه شوية. فلفل برضو ممكن يبقى اصفر او احمر، المهم المتوفر يعني، او الاتنين مع بعض. ده كان شكلها بعد ما خلصت. انا محتاجة يبقى فيها صوص، ما تبقاش ناشفة تماما، يعني يبقى فيها صوص. طعمها حلو جدا، هتعجبكم وهتعجب الاولاد، وحل جميل، لان بنبقى محتاجين الشوربة عشان نعمل بيها خضار، او نعمل بيها محشي، او نعمل بيها شوربة لسان عصفور. ولما بنعمل كباب حلة من البداية ما بيتوفرش معانا الشوربة، وعندنا احيانا الاولاد ما بيحبوش ياكلوا الاكل التقليدي، يعني اللحمة كلحمة مسلوقة كده، ما بيفضلوهاش، او من باب التغيير. هتلاقوها ان شاء الله طعمها جميل وهتعجبكم. لحمة مستوية وجميلة وطعمها فعلا حلو، جربوها. احنا داخلين كده الفترة دي على عيد الاضحى، ان شاء الله تصنفوا وتنوعوا كده في الاكلات، هتبقى اللحمة ان شاء الله متوفرة. فنعمل مرة مسلوق، نعمل مرة كباب حلة، نعملها مع فتة ممكن، ونعملها جنب رز او مكرونة او اي حاجة تحبوها، او جنب محشي. دي كانت وصفتنا النهاردة، ان شاء الله تعجبكم. منتظرة اشوف رأيكم في الكومنتات. يا ريت لو مشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة، قناتي سنس فود، وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل الوصفات الجديدة.
واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة على خير، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان الله، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.